اما خشيف ضد البطل الفلسطيني بلال محمد، والله يا اخوان لو صارت هذه حتكون مره مشكله كبيره. طبعا قبل كل شيء قتال بلال محمد يا اخوان ان شاء الله يوم السبت حيكون اول مره في التاريخ في قطر. اصدقاء ممكن يتحولوا اعداء، وهذا مو كلام تسويق انا بقول لك، هو لا والله كلام حقيقي. اللي ما يعرف بلال محمد هو البطل الفلسطيني الوحيد والعربي الوحيد في التاريخ اللي هو اخذ حزام في اقوى منظمه في العالم. حتتحول هذا الصداقه الى عداوه. دحين حقول لك اثنين زبدة الموضوع كانوا كلهم ابطال بس كل واحد في وزن، بس اسلام عنده حلم انه يصير بطل مزدوج في فئتين وزنيه مختلفه. مين كان واقف في طريق الحلم هذا؟ بلال محمد. اصحاب والبطل ما يبي يلعب مع البطل، ستيل اسلام يبغى يحقق حلمه. بلال محمد كان يقول انا مستحيل العب مع اسلام، اسلام اخويا. حبيبي يا بلال. اسلام لما كانوا يسالوه كانت عنده وجهه نظر ثانيه، كان دائما يقول حنلاقي حل للموضوع. اسلام ما حبيتها منك بنوب. طلبكم عارفين انه بلال محمد انهزم يا اخوان، وبعد ما انهزم وخسر حزامه ضد الجي دي ام، طبعا اسلام ما خشيف طلع وواسى بلال قال له معليش يا بلال، بس بعدها على طول حط تغريده الان حان الوقت لتحقيق حلمي يا راجل. خويك دوبه مهزوم يا عمي تبي تاخذ حزامه على طول كيف؟ انا ذاك الوقت اصلا علقت قلت ما حبيتها من اسلام، وحسيت انه بتقوم حساسيه بعدها، انه انت كده يا اسلام لما تكلمت انت قتلت اي فرصه لبلال انه يرجع يدافع عن حزامه من جديد ضد جي دي ام وينتقم منه. بعدها اصلا ما عاد شفتهم مع بعض نهائي. وقبل لا اكمل لك القصه لازم تعرف خصم بلال مين. خصم بلال هذا يقول انا حاهزم بلال وحاهزم بعدها اسلام. خصم بلال هذا اللي يسموه كونر الجديد اللي هو ذا فيوتشر المستقبلي. طبعا مقاتل جدا ممتع ومره قوي ومره خطير على بلال. بلال لو فاز عليه يا اخوان هنا القصه يبدا بلال يرجع لحلمه انه يبغى يكون البطل. حاليا مين البطل؟ خويه اسلام اللي قال انه انا مستحيل العب معاه. تتوقع انه بلال حيجلس يتفرج؟ لا يا حبيبي، خلاص تعال انت خويه وكل شيء، بس انت مره كنت تستناني انهزم، هيا تعال يا حبيبي خليني نتضارب الان. فصدقوني يا اخوان لو بلال فاز يوم السبت حيطالب انه يقاتل اسلام. الشيء هذا وضح لي جدا لما سالوه في مقابلته الاخيره لو فزت هل حتطالب بقتال اسلام؟ قال خلينا نشوف لين يوم السبت. خلينا نشوف لين يوم السبت لها اكثر من معنى، لها معنى انه خليني افوز اول شيء، بعدين اذا بتحدى خويي مو مشكله، لكن بلاها انهزم واتحدى خويي حبان شكلي مو حلو. تتوقع انه بلال كان يرفض يقاتل اسلام مخشيف عشانه خايف منه ولا عشانه خويه؟ شوف عشان خويه، لكن للامانه يا اخوان كل واحد عنده حلم يبي يحققه. فيا بلال سيبك من خويه وخويه واتضارب معاه لو فزت عادي.